مركز الترميم التابع للمتحف المصري بالتحرير حشوات خشبية تمت استعادتها في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وتسلمتها وزارة الآثار من الخارجية المصرية الأربعاء الماضي بعد أن نجحت المساعي الدولية المبذولة في انتزاع حكم قضائي بأحقية مصر في استعادة هذه القطع المهربة. أيضا هناك قطعة مستردة من فرنسا كانت من مسروقات مخزن بعثة اللوفر بسقارة، وذلك عقب أحداث 25 يناير 2011 إلى أن تم رصدها في باريس من خلال أعمال المتابعة الدورية التي تجريها إدارة الآثار المستردة، حتى نجحت جهود وزارة الآثار والتراث في استردادها. وده خبر يعني أكيد مفرح ومشرف لاسترداد القطع الأثرية المصرية المهربة. لكن على الجانب الآخر بالأمس بيع تمثال فخامكا في مزاد للبيع بلندن. تمثال هو أحد الكتبة المصريين القدماء من الأسرة الخامسة بالمملكة القديمة من 2400 إلى 2300 سنة قبل الميلاد، مصنوع من الحجر الجيري الملون بمقاس 75 سنتيمتر ارتفاع وعرض 29.5 سنتيمتر. هذا التمثال عندما تم التبرع به من أحد اللوردات لمتحف بإنجلترا فهو مسروق، وبالأمس تم بيعه رغم أن كانت هناك جهود ومطالبات بإيقاف بيع هذا التمثال. الحقيقة عايزين نتعرف أكثر على الموقف تجاه بيع تمثال فخامكا مع الدكتور بسام الشماع الباحث الأثري وكاتب المصريات، واللي بيسعدنا وبيشرفنا وجوده معانا على الهواء عبر الدائرة الإذاعية. أهلا بيك دكتور بسام، رمضان كريم. أهلا بكم الله أكرم، وربنا يكرمنا جميعا إن شاء الله، ورمضان القادم بإذن الله كده نبقى جميعا كلنا كده هو في زيارة جميلة للكعبة المشرفة والمدينة المنورة يا رب إن شاء الله، كمان في المسجد الأقصى المحرر بإذن الله لإخواننا في فلسطين وفي غزة إن شاء الله إن شاء الله. دكتور سعيد، أستاذ بسام، يعني بيع هذا التمثال الفرعوني، أولا عايزين حضرتك تدينا فكرة عن هذا التمثال وما يمثله من قيمة معنوية قبل أن تكون مادية. القصة بدأت معايا في أيام ما كنت من كام يوم ببص على صالات المزادات بتاعة كريستيز، وهي واحدة من أقوى صالتين في العالم للمزادات. في صالة اسمها كريستيز ودي لها أكثر من فرع وبقى لها سنين وسنين، وفي صالة تانية اسمها سوثبيز، ودي بالمناسبة بحط قدامها علامة استفهام تانية لوزارة الآثار، لأن سوثبيز بتبيع آثار مصرية لا تتخيلوها. وأنا ببحث في كريستيز وجدت هذا التمثال سفن كا. سفن كا طوله حوالي 75 سنتيمتر، عرضه 31 سنتيمتر عشر 2، يعني انت بتتكلمي على التمثال من الحجم المحترم جدا. نحته جذب انتباهي. شوفي بقى حضرتك، انا في منتهى التواضع بقالي بنقرا تاريخ حوالي 25 سنه، يعني ربع قرن زائد الاربع سنين بتوع الجامعه، فلما عينيا بتتعود على التماثيل فبيبقى بالنسبه لي ده نحت مصري عظيم. ولكن عندما بقى انجذب ناحيه بعد كل هذه السنين انجذب ناحيه نحت بتمثال، ده معناه يديكي شعور بقد ايه التمثال ده بديع وراقي في نحته. فلما دخلت وعرفت معلومات اكتر من اللي هم بيحطوها، عرفت ان هو هيتباع يوم 10 يوليو. فرحت بتصل على طول بصديقي في وكالة انباء عالمية واديت له الخبر باكمله وبالشرح بتاعه، وقلت له في الخبر قالته بعد كده بقى كل الفيسبوك الجرايد اللي على الفيسبوك وكده، قلت له من اهمية هذا التمثال ان هو تمثال للمشرف على الكتبة، يعني هو لم يكن كاتب مصري ولكن هو المشرف على الكتبة المصريين. ده البيج بوس، ده الرئيس بتاعهم، ده المشرف، ده المراقب. وخصوصا خدوا بالكم ان مهنة الكتابة في مصر القديمة كانت مهنة مبجلة جدا، من اشرف المهن. نعم. لدرجة ان الاب كان يقعد مع ابنه يشجعه يقول له كن كاتب. يعني كان في حاجتين قريناهم في النصوص القديمة، كن كاتبا وكن موظفا. دي من ضمن النصوص اللي سابها المصري القديم. كانت مستمرة بالظبط كده. كن موظفا. على اي حال هو من زمن الاسرة الخمسة، وده يزيد من اهميته ومن ثمنه بالنسبة لعصابات سرقة الاثار والانجليز.
معلش استاذ بسام، يعني كونه من الاسره الخامسه، ما الذي قيمته انه ينتمي الى هذه الحقبه تحديدا؟ اولا ضرب جذوره في التاريخ المصري لوصوله لحوالي 2300 الى 2400 قبل الميلاد، دي نمره واحد. نعم. نمره اثنين، الحاله الرائعه يعني انصح الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ان هم يخشوا على مقالات بسام الشماع على الفيسبوك، هيشوفوا الصور اللي انا حاططها لهذا التمثال. لن تتخيلوا كم الروعه وكم ان التمثال مش مكسور، كانه اتنحت الصبحيه، وهو مع زوجته، يعني كمان زوجته معاه في التمثال من قطعه واحده منحوت، زائد بردي يعني هيروغليفيات على محاكاه للبردي بديع على اي حاجه. نمرة اثنين، اهمية انه يرجع للدولة القديمة. الدولة القديمة دي يا جماعة هي دولة الاهرامات. نعم. الاسرة الرابعة بتاعت الاهرامات الشهيرة والخامسة والسادسة. نرجع مرجعنا، بدأت الدنيا كلها تتكلم على الحملة بتاعتنا، وبدأت الناس تتكلم. انا كنت طالبت في الحملة دي بثلاث حاجات. اول حاجة انا قلت لهم بما ان انا عملت حملات قبل كده لاسترداد تماثيل، انا بقول لكم بعد خبرة متواضعة الموضوع مش محتاج لا حملة تطلع تتكلم في الفيسبوك بس، ودي ورقة ضغط خطيرة جدا وانا مؤمن بيها، ولكن نريد قرار سيادي. نريد قرار سيادي يعني ايه؟ يعني رئيس الجمهورية يخرج علينا في وسط مشغولياته ويقول يا انجلترا لو تسمحوا وقفوا بيع تماثيلنا، وبالذات تمثال سخنكاه. ليه بقى؟ لان الانجليزي اللي اهداه للمتحف بتاع نورثامبتون في 1800 اخده من مصر. فحكايه ان هو يرد عليكي بقى لما المسؤول يرد عليكي مش هو ممنوع الحقيقه. الله ينور عليك يا احسن. انا بتضايق قوي بقى من المسؤولين بتوعنا لما بيطلعوا يقولوا لك ايه بتوع الاثار، اصل التمثال دوت مش مسروق، اصله طلع بطريقه شرعيه. وبعدين في البعض كمان بيقول ان هو خرج سنة 1880 تقريبا على ما اتذكر، والمعاهدة الدولية المعاهدة الدولية اللي بتمنع بيع ما هو هيلعب لك على دي حضرتك، ما انا كنت جاي، هو هيلعب لك على دي. كل واحد يجي يقول لك التمثال، نقول له رجع لنا التمثال، يقول لنا بلدي قبل 1969. ده اللي هو تاريخ المعاهدة الدولية، عشان تفقيد اليونسكو كانت 70 واتمضت في اوائل السبعينات، وللاسف السادات مضى عليها في اوائل السبعينات ايضا. على اي حال انا بقول احنا مضينا على اتفاقيه اليونسكو ومحترمينها، اما البلاد الثانيه دي مش محترمه اتفاقيه اليونسكو. فاذا واضح ان اتفاقيه اليونسكو اتفاقيه بلاستيكيه كرتونيه لا تعمل اي شيء لصالح الاثار، واضح. وخصوصا ماده 4 اللي بتقول ان اي بلد بتهدي البلد الثانيه بعد موافقه المسؤولين جزء من ارثها الحضاري، يشكل هذا الارث الحضاري جزء من الارث الحضاري للبلد الثاني. انت متخيله؟ يعني مسله رمسيس الثاني اللي في ميدان الكونكورد الباريسي اللي بعثها محمد علي كهديه لصديقه لويس فيليب ملك فرنسا في وقتها في 1800، دي تصبح الان تشكل جزء حضاري من فرنسا. يعني بعد كده تقولوا رمسيس، ما تقولوش اسمي رمسيس، لا قول جمابير رمسيس، هتتكلم فرنساوي بعد كده. طيب نرجع مرجعنا للسخنكاه. فنمره واحد طلبت قرار سيادي من رئيس الجمهوريه انه يطلع يحاول يوقف الموضوع ده. اثنين، طلبت ان انا اسيس عمليه الاثار وملف الاثار في العالم. اسيسه يعني ايه؟ يعني زي ما اليونان عملت مع انجلترا في استردادها، في محاولاتها لاسترداد الافريز الاعلى من معبد الاكروبوليس. وزيره الثقافه انا فاكر وانا صغير كنا بنقرا على وزيره الثقافه اليونانيه، قلبت الموضوع سياسه ووصل الموضوع الى يعني مشكله سياسيه بين البلدين. انا عايز اعمل كده دلوقتي. طيب لان دي حضارتنا بيع تمثال بالفعل لاحد الهواه لجمع شوفي بقى البيع بقى حصل امبارح، وانا كنت محذر وكنت مديهم الساعه. يعني انا كنت قايل لهم البيع هيحصل بعد الساعه 7 مساء يوم 10 يوليو. وبيع بسعر كمان فاق ما كان موضوع للتمثال. وبيع بالفعل، وكان تقدير كريستيز لهذا التمثال، التقدير بتاعه كان في ذلك الوقت من 4 ل 6 مليون استرليني. هو اتباع ب 14 مليون. ب 27,163 مليون دولار. هو انا عرفت ان هو 14 مليون استرليني. 27 مليون دولار. يعني لما تيجي تحسبيها كده اهو هتلاقي في كارثه محققه حصلت في بيع هذا التمثال. ده الكلام اللي احنا حذرنا منه وطلعنا وقلنا للسفير روح لصاله كريستيز
ما تبقاش عمال تبعت في فاكسات وايميلات ومش عارف ايه، لا روح بنفسك وقف قدام صالة كريستس وقول لهم اعمل كل ما تعمله كمواطن مصري. يعني حضرتك يا دكتور بسام شايف ان ما كانتش الجهود بالشكل الكافي لايقاف ده؟ شوفي عشان ابقى حقاني، لا انا شفت في الاعلام شغل كويس جدا بالنسبه لهذا الموضوع. يعني انا شفت شغل كويس بالنسبه للسفير وبالنسبه للوزير وبالنسبه للناس دي كلهم. طبعا انا مش حكومه، لكن انا شايف الجهود مش كفايه. يعني ايه مش كفايه؟ يعني انا لازم الوح، بصي حضرتك لازم الوح بسلطان وبصولجان القوه. لما انا تمثالي يتباع مبلغ قدام اعين العالم كله بالظبط كده زي ما حضرتك قلتي 15 مليون 762 1500 استرليني، اي ما يوازي 27 مليون 1163 دولار، يعني حوالي 19 مليون ويورو 766. اذا هذا المبلغ الذي نتكلم عنه هو مبلغ صغير جدا. الناس متخيله ان مبلغ كبير. المبلغ ده انتوا عارفين يعني ايه بالمصري؟ يعني بالمصري لو حسبنا الدولار ب 7 جنيه و15 قرش يعني 193 مليون و800 الف و900 وبضع جنيهات مصريه. يعني تقريبا 200 مليون جنيه تقريبا 94 مليون تقريبا. حلو كده، جنيه مصري. وهذا التمثال يساوي من هذا. يعني هذا مبلغ مهين. هذا مبلغ مهين لان الحاجات دي المفروض لا تقدر كقيمه للحضاره. فاذا الكرامه. طيب نمره 4، خطوره الموضوع ده ايه بقى؟ خطوره الموضوع ان انت ما بتعرفيش مين اللي اشترى. فمن الممكن جدا ان يكون ان الشاري لهذا لهذا التمثال صهيوني، وهيروح واخده وهيروح متبرع بيه لمتحف الكيان الصهيوني في القدس المحتله المسمى بمويل، اللي انا كان ليا مغامره داخله في ديسمبر اللي فات 2013. دخلت جوه متحف المدعى باسرائيل اللي هو طبعا دي كلمه مزعومه، ما فيش حاجه اسمها اسرائيل، لان سيدنا اسرائيل عليه السلام دوت سيدنا يعقوب عليه السلام. فالمفروض ان احنا كمان في اعلامنا نبطل نقول دوله اسرائيل، لان دوله اسرائيل المزعومه دي ده اسرائيل ده سيدنا اسرائيل عليه السلام اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام ابو سيدنا يوسف عليه السلام. وانا جوه المتحف المرشده الصهيونيه بتقول لي دي هديه من اصدقائنا الامريكان. فاذا هذه الاشياء التي تشترى عندما تسالي من اشتراها يرد على، يعني انا مثلا فاكرين لما دينار 77 هجريه اقدم دينار ذهبي مكتوب عليه ومصفوف ومضروب بالكتابه العربيه بيع في ايضا في لندن ب 300. اتصلت بلندن قلت لهم بيع اقدم دينار ذهبي 77 هجريه بتاع عبد الملك بن مروان؟ قالوا لي اه. قلت لهم بيع هذا الدينار بكام؟ قالوا لي 330 الف استرليني. قلت لهم طيب ممكن اعرف مين اللي اشتراه؟ كان الرد انونيمس، اي مجهول الهويه. وطلعت يوميها في الاعلام وقلت ماذا لو كان قد تم بيع دينار 77 هجريه اقدم دينار اسلامي ذهبي في التاريخ صباحا لنجده مساء في تل ابيب. طيب يعني واضح ان الموضوع كبير، لكن يعني عايزين نسأل حضرتك باعتبارك متخصص في هذا الشأن، ايه الخطوات اللي يجب على مصر ان تتخذها لمنع بيع الاثار المختلفة سواء كانت فرعونية او اسلامية او رومانية او كل ما يهمنا من تراث حضاري وتاريخنا الحقيقة اللي احنا بنعتز بيه ومش عايزين نفرط فيه ابدا زي ما حضرتك بتقول؟ سؤال جميل جدا. اول حاجة الانسلاخ او التهديد بالانسلاخ من اتفاقية اليونسكو. يعني تطلع مصر، وخدوا بالكم مصر لها ثقل رهيب في العالم من الناحية الحضارية والتاريخية. يعني لو العالم كله سمعنا الصبح بكرة واحنا بنقول في الامم المتحدة او عبر قنوات عالمية مصر في خلال شهر من الان سوف تنسحب من اتفاقية اليونسكو العالمية اللي هي المفروض بتحترم او بتخلي الدول الماضية عليها تحترم عدم بيع الاثار. فعندما يحدث هذا سوف يحدث هذه رجة في ارجاء اليونسكو، هيحصل رجة عند اليونسكو ان مصر اكبر بلد اثاري في العالم هتنسحب من هذه الاتفاقية وفوقها. طيب هتيجي تقول لي يا بسام انا لو عايز اغير مادة 4 او عايز اغير اي مادة جوه الاتفاقية لازم هجمع ال 190 دولة اللي اتفقت وتجمعهم تاني علشان تخليهم يمضوا على الاضافة او على الالغاء بتاع مادة. هقول لك ده ممكن جدا بضربة ايميل واحدة الدول دي كلها تقول لك مادة 4 نشيلها. نمرة 3 نمرة 4 في بلاد
ما مضتش على اتفاقية الإليسيت. اتفاقية الإليسيت دي هي اتفاقية الإتجار الغير مشروع في الآثار. فما تجيش تقول لي بقى اصل الاثر ده اشتراه واحد غني انجليزي من مصر في ال1800 وراح واخده من هنا وراح بعته لنورثامبتون واداه هديه لمتحف نورثامبتون. لمين؟ ذا بيبل اوف نورثامبتون، للناس مدينه نورثامبتون، عشان اهل مدينه نورثامبتون يستمتعوا بسخن كاس. فيطلع بعد كده مجلس متحف نورثامبتون ويقرر بيع التمثال ده. ليه يا مجلس نورثامبتون؟ علشان عايزين يزيدوا في مساحة المتحف، ما عندهمش فلوس، فيعملوا ايه؟ يبيعوا التمثال عشان يزودوا المتحف. فرد عليهم واحد انجليزي قال لهم استنوا، انتوا عملتوا حاجة ضد القانون الانجليزي وضد القانون. ايه هي؟ ان التمثال ده مش بتاعكم انتوا، التمثال ده مش بتاع مجلس امناء او اللجنة المشكلة في متحف نورثامبتون، لا، ده التمثال ده لما اهداه الراجل الانجليزي لكم اهداه لاهل مدينه نورثامبتون. يبقى عشان انتوا تبيعوه كنتوا لازم تعملوا راي لكل نورثامبتون. ورحت اضفت قلت لو واحد بس رفض ما كانش التمثال ده يتباع. نمره واحد. نمره اثنين، قراري يعني رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزير الاثار والثقافه يطلعوا في اجتماع قدام التلفزيون للعالم كله ويقول كل من لديه تمثال موجود عندكم في صالات المزادات ارجوكم رجعوها لكم. ثلاثه، تغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها. 4، المطالبة بأن الكيان الصهيوني يمضي على اتفاقية الإليسيت والإتجار الغير المشروع. لأن أنا هفاجئكم وأقول لكم إن الكيان الصهيوني لم يوقع، بقولها على مسؤوليتي بسام الشمع، لم يوقع على اتفاقية الإتجار الغير المشروع. وده يديكي إيه بقى؟ ده يديكي هم مش عايزين يوقعوا ليه؟ اللي على راسه بطحة مش بيحاسب، اللي على راسه بطحة ما بيوقعش. فاذا انا لما كنت في القدس المحتلة شفت اثار مصرية في ذكارين زجاجية بتاع في الشارع زي اللي جنبيه بيبيع عيش. هو ما عندهوش، لا يوجد قانون في الكيان الصهيوني، لا يوجد قانون في الكيان الصهيوني يحرم ويجرم باثار المصرية. ما هو هيجرم ليه يا استاذ بسام؟ هو ما عندوش هو اثار يخاف عليها ويجرم بيعها، هو بيتصرف فيها بطرق اخرى. الحقيقة يا استاذ بسام يعني الموضوع فعلا محتاج الاهتمام ووقفة في المرحلة يا رب صوتك يكون وصل، ويا رب نكون ألقينا الضوء بشكل واضح على هذه المشكلة. في عندي تحذير بسيط بعد إذن حضرتك، 30 ثانية بالضبط. اتفضل. تحذير بسيط بعد إذن حضراتكم إلى وزارة الآثار، إلى رئاسة الجمهورية. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دالاس تكساس، في مدينة دالاس ولاية تكساس، يوجد صالة مزادات اسمها هيريتج. معايا عنوانها ومعايا نمرة التليفون ومعايا الصور. بتبيع لرجل او لشخص امريكي مجهول، هم بيعملوا كده، يبيعوا لك الحاجة ياخدوا هم نسبة لصاحب او المستحوذ عليه يبيع رأس انسان مصري. خدوا بالكم مرة ثانية انا مسؤول عن كلامي. رأس انسان مصري بتباع في صالة مزادات في امريكا. رأس انسان يعني ايه؟ يعني رأس مومياء. رأس مومياء، الهاد بتاع الموميا، مش تمثال. مش تمثال. ده احنا داخلين دلوقتي بقى في بيع البشر. وجايله فيها 40,500 دولار امريكي، ومش مبسوط من 2012 بالمبلغ دوت، فموقف المزاد لغاية لما يجيله بيت اعلى، لغاية لما يجيله عرض احسن من 40,500. راسنا بتتباع ب40,500 دولار امريكي على عينك يا تاجر، جهارا نهارا على الانترنت. الصورة معايا والعنوان معايا وتليفوني عندكم، لو في اي مسؤول يعني هذه. واتصلت بيهم امبارح بالمناسبة، اتصلت بيهم في دالاس تكساس من تليفوني الخاص، وردت عليا الاستاذة اللي مسؤولة هناك بيتباعت، قالت لي لسه. قلت لها طيب ايه. المهم تجاذبت معاها اطراف الحديث وعرفت ان الراجل في الاخر خالص فهمت ان هو ما باعش لان المبلغ ما كانش قوي. بعد ان باعوا الحجر يبيعوا البشر. يا رب ناخد بالنا يا استاذ بسام. شكرا جزيلا لحضرتك، ويكون في تحرك يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك. دكتور بسام الشماع، باحث الاثري وكاتب المصريات، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا.